يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. كريمة للحشو والتزيين وبمكونين 2 بس، والاتنين موجودين عندك في البيت. وأنا داليا. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. كريمة ثابتة ومتماسكة، مش هتسيح منك خالص حتى لو الجو حر، وفي 10 دقايق بالظبط هتكون جاهزة معاكي تشتغلي بيها على طول. ولتجهيز وصفتنا هحتاج 200 جرام من الزبدة اللينة، يعني تطلعي الزبدة من التلاجة قبل ما تشتغلي بيها على الأقل بساعة. وهضرب الزبدة بالمضرب اليدوي مدة ما تقلش عن 7 دقايق، وكل شوية أريح المضرب وفي نفس الوقت بلم الزبدة من الجوانب وارجع أضربها تاني. وهستمر في ضرب الزبدة لحد ما لونها يفتح، يبقى مايل للأبيض، يعني أبيض مصفر، حاجة بسيطة خالص. وكل ما تضربي الزبدة لونها هيفتحها اكتر، هتنفش معاكي، والزبدة نفسها هتبقى كريمية قوي وناعمة. والخطوة دي هي اساس نجاح الكريمة. وضروري جدا كل شوية تريحي المضرب وفي نفس الوقت بتلمي الزبدة من على الجوانب. وده الشكل اللي لازم توصلي له بعد ما ضربتي الزبدة كويس. لونها افتح، نفشت معاكي، بقت ناعمة جدا وكريمية. هضيف للزبدة 150 جرام من الحليب محلى مكثف. طبعا الحليب المحلى المكثف ده عملناه مع بعض في البيت، يعني مفيش داعي ان انتي تشتريه، اعمليه في البيت. هتضيفيه للزبدة وهخلطهم مع بعض كويس بالمضرب الكهرباء. كريمة ناعمة جدا وفي نفس الوقت متماسكة وثابتة، شايفين ما بتقعش من البولة خالص، على الرغم ان انا كنت بعملها والجو حر. بصوا كمان لما بقلبها، بصوا النعومة بتاعتها، بصوا شايفين الثبات. كريمة خطيرة. وبعد ما ضربتها كويس مع الحليب المحلى المكثف ده، قوامها ناعمة جدا وكريمية قوي، في نفس الوقت ثابتة متماسكة حتى لو الجو حر. وبمكونين 2 بس، وفي أقل من 10 دقايق هتجهزي كريمة خطيرة. ممكن تحشي بيها التورتة، ممكن تزيني بيها الكب كيك، ممكن تضيفيها لأي حاجة. هتدي شياكة وأناقة لأي حاجة تضاف لها. كان عندي كب كيك فانيليا، يا سلام يا سلام، نقلت الكب كيك لحتة تانية خالص من الكوكب، اديته شكل جميل، طعم حلو قوي وغني. والكريمة دي دسمة جدا لأن أساسها هو الزبدة، بس هتنقذك لو جالك ضيوف فجأة وعايزة تقدم لهم حاجة وتضيف لها لمسة شياكة وأناقة. تعمليها في 10 دقايق، جربيها هتعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.